السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني الهواة، حياكم الله وبياكم وأسعد الله قلوبكم بالإيمان وطاعة الرحمن. مقولة تقال إن الله جميل يحب الجمال. علينا نفهم أمور في حياتنا الدنيوية هذه، إن كل شيء جميل إحنا نحبه، وإذا حبينا الجمال راح نحب التميز في كل شيء، ونصير راقيين في هواياتنا، في ملابسنا، في أشكالنا، في قلوبنا. اللي أبي وصله إن في الحمام الباكستاني المركب جمال، وهذا الجمال ما حد يتقنه. إذا كنت هاوي كشاش فقط تبي تهجن طيور أساتذة مالك دخل فيهم ولا ربط، ما راح تفهم كلامي أبدا. إذا كنت تسعى للتميز دائما وإنسان راقي في هوايتك وتحب تجمع الشيء المميز، إحنا هوايتنا فيها صراعات. خلوني أكون صريح معاكم، هوايتنا لا تقبل أنك تطلع خفيها، خفاياها تحارب. ممن تحارب من الناس اللي ما يفهمون، من الأساتذة اللي تهمهم المادة، من الأساتذة اللي يهمهم الصراع والإنجاز لأنفسهم. أنتم ما تلاحظون هذه الأشياء؟ أنا كمربي قديم وكأستاذ قديم عاشرت أستاذ سكوتي، عاشرت أستاذ من لاهور، فلكل أستاذ خصائص، فلكل أستاذ خصائص وفن، نعم، لكن دائما كانت الفنون محدودة، والطاعات لأستاذك لازم لا تبنى على أنها طاعات مطلقة، لازم لك حرية. يعني أستاذك لازم ما يسيطر عليك حتى بالمفاهيم المغلوطة، مثلا الحسد، مثلا الإخفاء. الهواية في الحقيقة إذا كنت أنت تبي تتمكن منها بشكل صحيح لازم ترتقي، لازم تفهم مفاهيمها قبل لا تخوض فيها. الهواية أغلبها صراعات، أنتم شكل ما تلاحظون. أنا يغذيني الإنسان اللي يخالفني، لأني أبغى أثبت لكم وبرهن لكم أن الهواية فيها ناس ما فيها حمام. ممكن اللي يجوني ويتكلمون معاي ناس مساكين مغيبين قصين عليهم، ناس جديدين في الهواية، أساتذة ما عندهم معرفة الريشة، ما عندهم معرفة الطير، بس أما يمسك أستاذ ويطير ويستوي أستاذ ويكفخ اللحذاء ويتكلم عن اللحذاء ويتكبر عن اللحذاء ويتكبر على الناس اللي حواليه، فيخلق منه الأستاذ أستاذ كرتون. أستاذ ما أقصد كرتون، يعني إنسان ما يفهم في أمور الطيور. الطيور بحر، ريشها بحر، أعينها بحر، أرجلها بحر، مناقيرها بحر. أنتم لازم تلاحظون، وفي الطيور جمال، وأنت لازم تستغل هذا الجمال. في الخيل جمال، في الجمال جمال، في الجمال جمال. طيب ما في هاوي يهوى حيوان إلا عنده تميز في بعض الحلال، وإذا وجد التميز في بعض الحلال لا يمكن الهاوي يبيعه، لا يمكن الهاوي يتخلى عنه، لا يمكن الهاوي يعني يتنازل عنه بسهولة. ممكن بملايين الريالات ممكن يبيعه، لكن في الحقيقة أغلب الناس لو تعطيه مال الدنيا ما راح يعطيك شيء من حلال اللي يحبه، لأن اصنعه وله معاه عشق
يعني كان معاه بروحه كل شيء لين بنى هذا المستوى من الجمال في الحيوان. فتكون علاقة كأن علاقة إنسان بزوجته بحبيبته. هذه هي اللغة اللي لازم تفهم. احنا هنا مش موجودين للصراع، موجودين للصد، الاستغلال، لصد الغش، اللصوصية، الاستاذية اللي ما لها معنى في طمس الحقائق. يعني ما في هاوي يبغي هواية يروح يختار مجاهيل من عند استاذ. هاي لازم تفهمونها، وخلاص انا كررتها مليون مرة. حتى اني ما اشوف فيديو مساكين رايحين 4 اكراد رايحين يشترون طيور سوداء وصفراء وحمراء، هذول ما عندهم مستوى مفهوم يعني انه ايش يختار. ما في واحد يروح يختار حمامة سوداء. افهموني يا شباب، ترى اتكلم معاكم بلغة ممكن انت تشوفها سهلة لكن صعبة في مفاهيمك، انت ما وصلت لها لحد الان. والله انا اكلمكم بجد، انا مش مغرور، انا قاعد اتكلم علمية لها ايضاح وبيان، بس انتم مو فاهمينها، وكلكم تتناقلون الكلام وتطبقون اللي اقوله وانتم مو فاهمين. يعني اساتذة يخالفوني يروحون ينقلون كلامي انهم هم اللي فاهمين، اليوم اتكلم فيه بكرة ينقله هو بطريقة اخرى، تفهم ان هاي جايب الكلام من النوماس. هاي مش غرور، هاي حقيقة واقعية، مش انا اللي اقول. كثير من اساتذة متابعين في التيك توك، طبعا انا ما عندي تيك توك ولا عندي هالخرابيط، انا عندي مكاني في اليوتيوب في الفيسبوك فقط لا غير، ولا اتابع احد. كل اللي يصير حد يقول لي، اساتذة لي يعني كانوا طلاب واستوى اساتذة يعتبروني استاذهم، هم اللي يجيبون لي الكلام، هم اللي يقولون لي ترى فلان يتكلم فلتان يتكلم. يا اخي هذولي قاعدين يضللون الهواة المساكين. فهي مش شكوى مني، مثل واحد يقول انت تشتكي، انا ما اشتكي، انا اصلح امور، انا ما اشتكي، انا اخرب عليك تسويقك. انا اكره ما عندي واحد يكذب على الهواة، اكره ما عندي واحد قاعد يسوق طيور مضروبة ويروح يشتريها الهاوي. هذا اللي قاعد انا اسويه وانتم ما قاعدين تفهمونه ولا قاعدين تستغلون الكلام اللي اقوله. اذا تبي التميز اسمع الكلام يا اخوان. الطير الجميل، الطير اللي فيه خصائص، تشوف وقفته ورزته وكتلته وحده، هاي ممكن ما تشوفها في الطيران ابدا، وتقول ما شفنا طير يطير بهالطريقة، ما شفنا طير بهالجمال يطير. صحيح، لكنك مو فاهم. هذا هو الطير اللي يطلع لك ابطال، ابو كتلة واحدة، ابو كيل، ابو هدي، شكل ما يقولون هذا راعي الهدي هو الكتلة الواحدة، وهو لما تدخله في محاكرك يصنع لك. ابو الرزة هو الطير الصحيح اللي بيرز طيورك في السماء. مو لازم تشوفها جميلة، انا برويك طيوري اللي انا اطيرها مو جميلة، ما فيها جمال، لكن لو ارويك الطيوري اللي في المحكر اللي تطلع الطيور جميلة جدا. ليه؟ لاني هاوي محترف استاذ فاهم، مو مثلك مو فاهم، كل شيء تلاحظه غلط. تشوف طير جميل تقول ليش ما في طيران يطير هالشكل، تشوف طير اسود يطير طيران الشر عند واحد تلهث تبي الدورة وتاخذه، لأن معلومتك خطأ. قلت لكم الريشة المتفردة قسما بالله خطر على طيوركم، الطير السلكوتي خطر لأنك مو باستاذ ما تفهم، لا في ذكاء ولا في غباء. الطير السلكوتي بطيء جدا، ما يرسم على قول، ولا التار يرسم ولا غير التار يرسم، هاي كله فاضي، مش قوي. الطيور مش قوية، طيور مزاج، طيور هواء مواسم، الطيور فيها نقص، مو عن انها ما تضيع، مو عن انها ترسم. مين قال لك هالكلام؟ الطير المركب ما يرسم، مش زاجل، لو تبعده 20 كيلو ما جاك. طير انت تخلق فيه الفطرة حوام، كله جاي من البتي، كل هاي الطيور اللي عندكم جاية اصلا من طيور حوامة،
لازم تفهمون التاريخ، لازم تفهمون شلون تكون الطير حتى أصبح بين يدكم مسمى. هاي تعب. أقول لكم الطير هذا لازم يؤصل، ما يؤصل من الرحمن، يؤصل مثل واحد يصنع تليفون وكل ما لا يطوره، هكذا يؤصل. هل التلفونات فيها عقول حتى يسمونها ذكية؟ ما فيها عقول. نفس الحمام ما في عقول، ما فيهم ذكاء ولا غباء، فأنت تنعت الحيوان بالغبي، هذا مش محمود أصلا. إذا قلت في ذكي أكيد في غبي، وإذا تقول أنا ما أقصد بس أنا شبهه لأنه يرجع، هذا صحيح. لكن إذا أنت متيقن أن هذا الطير أذكى من هذا الطير، أنت أصلا راجع نفسك وتعالج. ترى الطير اللي ما يسايرك على أهدافك هو اللي فيه الغريزة الأفضل، والطير اللي ركبته عشان غريزة أنت صنعتها فيه هو الطير الأقل فطرة وغريزة. فالحيوان الأسد لما تربيه ويصبح قط عندك في البيت مثل القطة وتمسح عليه فقد الغريزة، أنت روضته. فلما ترجع مو ذكي، لما ترجع على الغريزة ويأكلك مو غبي، هو حيوان ما عنده عقل، ما عنده اتزان، عنده اضطراب هرموني يصير له. نفس الشيء الطير في طير يتقبل تصرفك وفي طير ما يتقبل تصرفك، وهذه أمور جدا مهمة تفهمها. لا تصير غبي أنت، لا تجي تصير مثل عباس وكثير من عباس يجوني، عباس وربع عباس يجوني يناقشوني في أمور مضحكة. يعني أنا أضحك، أنا أستغلهم عشان هم بالعكس يعطوني مواد أني أنا أتكلم فيها وأطرحها وأعطيكم أنا البرهان. نرجع لموضوعنا. الطير الجميل يا أخوان، في فرق بين طير المحكر وبين المطيار. طير المطيار ما يتطلب منك جمال، طير المطيار يتطلب منك مواري مختلفة جدا عن طيور المحكر. لكن اللي صنعتهم طيور المحكر اللي فيها جمال. يعني انت ما تلاحظ لما انا اقول لك هاي طيور مركبة، ما تلاحظ ليش الناس قاعدة تهجن بطيور مجهولة؟ انت قد شفت طير مجهول جميل؟ ليش؟ لأنه قاعدة ركبة من عدة نسول أساتذة، ما يطلع جميل. يعني الآن أنت لما تجيب حمار وحش الله يكرمكم مع حصان شي يستوي؟ يطلع قبيح. لو تجيب نمر وتزاوجه مع أسد يطلع قبيح. أنت تخرب الجمال لأهدافك، أنت تخرب جمال الترتيب لأهدافك. ليش أنا أقول لك لا تذهب لهاوي يصنع لك إنجاز بمجاهيل؟ لأنك تأخذ الشيء القبيح وترده فيه حتى هو يتعطل. حتى هذا الشخص نفسه إذا دخل هذه الطيور عنده يتعطل، صدقوني يتعطل، يصير ما عنده طيور، يروح يبحث على طيور. فكروا، ركزوا، كلامي مهم جدا لكم. الطير تبع الطيران اللي يحقق إنجاز أنت لا تقتش فيه إذا كان مو مؤصل. إذا كان مؤصل فصاحب الإنجاز أستاذ حقيقي. إذا كان مؤصل له اسم ومن المنشأ نفسه، يعني أنا فهمتكم المنشأ أو المربط. المنشأ هو صاحب الحلال اللي أطلق عليه اسم، المربط للهواة كلهم. كل مكان في حوطة في قفص أنت استلمت طير جولدن تيدي مدري إيش، هذا يسمونه مربط، مالك خص فيه أنت رابط نفسك فيه، مش منشأ. المنشأ لو كنت أنت عند الأستاذ طالب صحيح هذا منشأكم وهذه طيوركم. ففهموا يا شباب أن طير المحكر لازم يكون جميل ومتميز. طير المحكر لا يمكن تجيب طير مجهول يطير وترجع المحكر بيخلق لك شنو مسمى. شوفوا أنا أرجعكم كيف. لأن ليش يعني مثلا أنت ما تلاحظ 50 سنة 60 سنة أستاذ، صار بروفيسور، صار عالم، صار باحث، صار لحد الآن ما عنده تأصيل، ما عنده أستاذ مؤصل. ليش؟ لأنه يعمل نفس العمل هاي اللي أنا قاعد أقول لك. يجيب حمام مؤصل جميل يحطه بالمحاكر، يجيب ثاني يوالفه يطلع حمار وحش مع حصان
ويطيره لك ويعطيك، لأنه ما في جمال، ما في خصائص، بس هو يبغي تميز الإنجاز. لكن الأستاذ المؤصل يبي شكل، يبي قوة، يبي ذهاب وإياب، الطير مريحة ما يخدمه كثير، يبي الطير في تحمل، ما في ذكاء، أبي طير في تحمل، يضيع منهن ما يضيع، المهم أبي طيور متحملة. لو يضيعون مني 100 حمامة من خطوطي واللي أنا أنتجهم ويبقون عندي 100 أو 50 أو 30، أنا أضرب التوب. إذا كانوا كلهم راحوا فوق وفي البند ونزولهم من الساعة 3 العصر لين المغرب، شبغي خلاص فهمت. هاي اللي لازم تفهمونه. اللي ما يأصل ويطلع كدايش يطيرهم، فأنت ما بتشوف جمال فيهم أبدا. وحتى لو هذا يضرك، ليش؟ لأنك لما بتنزل هذولي اللي أنت مهجنهم بدون جمال، بدون أي خصائص، بدون مواري طيبة ظاهرة، في مواري محسوسة وفي مواري ملموسة. أنت المحسوس إذا شفته مفقود ورجعته في أقفاصك، لا، ما عمره بيطلع لك طير جميل أبدا، لأنك معتمد بس على الكش والإنجاز، مش معتمد كيف تصنع حمام متميز وراقي. فيا شباب، حتى أنت كإنسان لما تشوف إنسان بمظهر طيب وكلامه طيب ترتاح، لما تشوف إنسان لا مظهر ولا جوهر ترفض حتى الوجود معاه. ليه؟ لأن هذا لا جوهر ولا منظر، وذاك بجوهر ومنظر ترتاح له ليلك ونهارك تبي تجلس معه. كلامه طيب له أثر. في ناس ما لها أثر ولا تقدر تعطيك الأثر ولا تعطيك الإيجابية أبدا. همها نفسها، همها فلوس، همها تفوز، همها صراعات، همها ما تفهم إلا هي، تخرب على اللي يبون يفهمون. أنتم استلمتوا طيور زينة يبون يخربونها منكم، يشلونها. يعني أنا والله العظيم يعني لي محطات مع الهواة، في كل بلد تجيه الهواية جديدة تطلع أمور فظيعة. الهواة متخربطين في فوضى، ما يعرفون من يكلمهم بالصحيح، ما يعرفون من يكلمهم بالغلط. في البداية تصير الضربات، كل واحد بس يفوز يشتم الثاني. هم ضعفاء أصلا في الهواية، ولكن نعم الحالة من يفوز ما قد حط على راسه تقول تاج كأنه ملك من الملوك، والعياذ بالله. ترى هاي كلها حمام. يا أخي إحنا ليش نتكلم؟ نبي ننفعكم، نبيكم راقين في الهواية، نبغيكم تجمعون طيوركم، ما حد يغشكم. 3 طيور لازم تجمعها ولا تفرط فيها، قسما بالله نصيحة لكم. أنت لا تبحث عن الطير اللي عينه سوداء أبدا، احذر. الطير السلكوتي اللي عيونه سود وهي أصلها بياض تدمر طيورك مستقبل. افهموا الكلمة ذي، والله لا يقولها لكم باكستاني ولا بيقولها لكم عربي. الطير السلكوتي إذا كانت استاذيتك قليلة راح تدمر نفسك. أنت بنفسك بكرة بتقول جزاه الله خير، كلمني ما سمعت الكلام. مهما طار، مهما استعرض قدامك، مهما مكسته واعطاك إيجابية، لا تخرب طيورك التديات ولا تخرب طيورك الكسوريات ولا الجولدنات. هذين أفضل حمام 3 يطورون مطيرك، يطورون شغلك وتعاملاتك بسيطة. أما الطير السلكوتي إذا دخلته في دماغ هاي 3 في المستقبل تعاملاتك تصعب، يستوي مثل التار ويستوي مثل الإيراني وترجع عيونهم سودة بسرعة. الآن أنت لو تدري اللي أنا أكلمك تحت الجفن كم يبيله تستوي صبغة تحت الجفن لما تضرب سلكوتي في سلكوتي في يومين يستوي، يعني في أول أسبوع تستوي عيونهم سود مكوية. أي سلكوتي أصيل تضربه في بعضه لازم يطلع عيون سود وتحت الجفن زراق، قفلته أزرق ترى مو أبيض، قفلة الجولدن حمراء، قفلة
الكمجرات فيها عسلي وفيها خطوط عروق حمر وصفر. قفلة التيدي بسكوتية في الأخير وعلى بياض، وبعض الأحيان يصير فيها لطخ بني ذهبي، وهذه من أفضل التيديات. والتنقيط حبات الخال في آخر دائرة تحصلها في آخر دائرة من عين الطير ما تحت الجفن، في آخر خط أسود أو خط بني فاتح، أو لا يوجد خط لكن في شوية تلاحظ عليه آخر دائرة من العين تحت الجفن، تلقى فيها حبات خال مثل حبات الخال في جسد الإنسان. هذا إذا ما طار ورجع أنا أقص إيدي. إذا ما كان شامبيون عندك وبطل أنا أقص إيدي. إذا جمعت هالحمام دائما في نقطات حبات خال في آخر دائرة، أنت أستاذ متمكن، أنت أستاذ متمكن. إذا أنا رفعت حاجب الطير وشفت عند أستاذ هذا الكلام، أنا من داخلي يفرح ويسعد، لأن هذا أستاذ متمكن. وهذا الأشياء ما بتصير لك مع السلكوتي. السلكوتي يدمر هاي النقاط، يدمر، لأنه راح يجمع سواد ويسوي زرارات وعلى قولتهم تكسرات في العين أنت مو محتاجها حق الرفروخ ولا تحمل ظلمة. طير يبي جو بارد، هو بارد ما في ذكاء ولا غباء، مجرد أنت تحطه فوق ما يفز. أحط فروخ سلكوتية على القفص ما يرسم، هو طريقته ثقيل، ما راح يطير، راح ثقيل، ما راح يقوم، ما راح يفز. تحط لك تيد بيفز لأنك ما تعرف تروض، بيفز. ياما ناس يبون يصيرون خيالة ما يقدرون. ليه؟ لما تجيك الفرس الأصيلة مو بكفو أنت تركبها وانت خيال غشيم، أكيد بتطيح. نفس الشيء أنت جاك طيور قوية تبي تصير أستاذ عليها، ما تقدر هي تصير عليك، لازم أنت تصير على الطير، أنت اللي تتحكم في الطير، لأن حيوان مو ذكي ولا غبي، أنت اللي لازم تتحكم ذكائك. شوفوا كل إنسان مرتب راح ينظم حياته، كل إنسان مرتب راح يصدق المعقول، كل إنسان فطن وعاقل راح يميز الكلام الطيب. أما الإنسان الفوضوي، الإنسان اللي ما عنده عقل، الإنسان فيه ثوارة أكثر من الاحترام، ما محترم، ما راح يحترم أحد، ما راح لا يحترمك ولا يحترم كلامك ولا يحترم موقعك ولا يحترم. واحد يجيك موقعك يشتمك، واحد يجيك يتسبب يسوي نفسه انه محترم، يقول لك يا استاذ ويا استاذ. هو تدري ايش يبي منك؟ انا فاهم الهوايه وفاهم الهواء قبل الحمام. الهواء انا اعرف معدنهم، اعرف الانسان اللي يتداخل معاي ايش يبي يقول، لاني انسان ممارس، مش ممارس الحمام فقط، ممارس الهواء جميع الباكستانيين، العرب، الخليجيين، الهواء الجدد. انا عندي خبرة في هاي الأمور، من 40 سنة أنا أزاول هالكلام وأزاول الخبرة وأزاول الاحتكاك وأطير وميدان وأستاذ وأساتذة، ومغير أستاذ سلكوتي إلى أستاذ كسوري إلى يا شباب اللي يكلمكم مو واحد عادي، أنتوا لا تعرفوني ولا أنا أعرفكم ولا اللي بيننا الطيب. تدخل علي موقعي وتسألني يا أستاذ ويا أستاذ، تبيني أسوق لك، ياخذ كلامي وينشره في التيك توك انه قال انه ماس ان السلكوتي مع الكسوري ينفع، عشان الشباب مساكين يروحون يتوهقون ياخذون طيور سلكوتيه. انا ما اقول لكم لا تاخذون يا شباب، افهموا معاني كلامي. انا لما اقصد لا تشترون سلكوتي، انا اقصد السلكوتي صعب المراس حتى على الاستاذ، ولذلك قاعد أضرب لكم أمثال وأكررها. أقول لك أستاذ 50 سنة عمره يروح يشتري حمام، ليش؟ لأنه يهتم بهذا الشيء سلكوتي ويضربه مع ما أدري شو، يخترب عنده جمال المحكر، تميز المحكر، طير بجسم، طير بوقفة، طير برزة، يخترب. ليش أقول لك الآن أصبح أي طير مثالي وله جوهر لازم تصبح مواريد نفس التيدي. ما في طير يصبح مو بنفس التيدي بيعطيك مطيار طيب، وإذا طلع طير مش طيب يعطيك مطيار، هذا انكسار، ما له أشباه، بيكون متفرد. لكن انتوا شوفوا دائما اللي يحققون
حتى لو ما كان في تيدي بتشوف شكله بتقول إذا أنت عليمي بتقول هاي تيدية فيها، ممكن هاي خلطها بتيدي، لكن ممكن هو ما خلطها، لكن هو دورها وصارت الشكل ونفعته. فالخلط مو بعيب، أنت اخلط، لكن اخلق الموارد الطيبة في الطير. لا تجيب لي سلكوتي يقرب عين طيورك سود، تجيب لي سلكوتي يخرب الريشة، تجيب لي سلكوتي يخرب البند. الطير السلكوتي مو للبند هواء، وإذا راح للبند مثل الإيراني اللي يروح للبند، مثل البتي اللي يروح في البند. البتي ما يروح البند، يروح البند يختفي ويرجع، لكن بعض الأحيان يروح عنك أميال ويروح هناك البند ويرجع لك تحت مسوحل. فهذه هي الهواية. أنت لازم تسمع الكلام الأستاذ اللي أكبر منك اللي ينصحك، وطريقك مفتوح للتميز، مش مسكر مش مغلق. اللهم إنك تاخذ طير سلكوتي وانت فاهم، مش تاخذ طير سلكوتي وانت على العماه بس تمدح فيه عشان تسوق والشباب يطيحون فيها. أنا أحذر الشباب إنه ما يطيحون فيها، لأن الطير السلكوتي يبي له أستاذ ماهر جدا شلون يطير عيونه ما يخليه يرجع للسواد. يعني لو تضرب 3 أجيال 4 أجيال 5 أجيال طير سلكوتي ما يرجع عيون طيورك سودة، أو في ذواته ما يرجع سود. شلون بتعرف؟ هالكلام ما يقوله لكم. طير السلكوتي بعد شهرين طيور فروخها كلها بتقلب سواد عيونها، رمادية سود، بشكل لك ساعات يقط لك طير فاتح. أنا برويكم طيور أصلا هي مهجنة بطريقة وسميت والصق عليها اسمها فقير قول. أنا أستاذ الفقير قول، أنا فن عندي في الفقير قول، أنا إنسان عايش مع هذيل أصحاب هاي الطيور. والطير اللي تشوفونه كبدار كامل جلدار هذا مو فقير قول، يضحكون عليكم. فقير ما شفت واحد شايل فقير قول جسمه أبيض، فقير قول فيه جسمه أبيض كامل شكل الجنسرة. شفتوا أنتوا هاي الشيء؟ ما تشوفونه، يخشون عليكم أو هم أصلا كراتين ما عندهم خلفية، بس لاقين شباب يصدقونهم. يطلع لك الطير في يده فقير قول قطة قدامك فقير قول، وهو مش فقير قول، مش من المنشأ. كأن ناطور في المزرعة ضارب حمام عادي مع حمام باكستاني وطلع لك شكل فقير قول، قال لك فقير قول. إذا أنت مو أستاذ ما تفهم إن هذا فقير قول ولا لا. فهموني يا شباب، ما شفت أنا واحد شل طير ما في تنقيط في جسمه قال فقير قول، لأنه ما يملك الفقير قول. الفقير قول إذا تبي تملكه لازم تفهم إنه يطلع معرعر، لازم تفهم إنه يطلع مصرول. شوفوا الحمام اللي يسمونه ما أدري إيش اللي لها سروال، هاي من فقير قول طالع، يقول لك لا هاي ما أدري وشو، هذا أصلا من فقير قول ظاهر الحمام. والحمام اللي إذا بيتطور الفقير قول بيصير بزاري، يسمونه البلوش بزاري. وإذا تكثر فيه الشاب بيصير شتولا، في الأخير بيصير مثل الشتولا. أما جلدار طلع لي وتقول لي فقير قول، كيف؟ ما بفقير قول. الجلدار ما يصير فقير قول، أو إنه يصير مثل يا شباب شنو هاي اللي يسمونه الكسيريات، دابوالا، شكل الدابوالا عينه بيضة. هاي طيور هندية، ما بفقير قول، مو بطير بلوش، مو بطير البلوش اللي جو من إيران، جابوا الحمامة الإيرانية الطويلة هذه وولفوها مع الحمامة الباكستانية وانتقلت إلى مراحل. حتى الفقير قول في دابوالا. يعني انتوا فهموا يا شباب، فقير قول ينوع، يطلع عين بيضة، يطلع عين قريبة للحمار، نفس التيدي في له عدة رسوم. فقير قول بس خطاه إنه ما أجمع شكل ما قلت لكم الجنسرات مع بعض اللي يشبهون علي والا مع بعض. فقير قول فيه علي والا فقير قول فيه بطيرة، الفقير قول فيه بنتيس، بس مو يعني أنا عارف أميز بين البنتيس والفقير قول. الفقير قول يسمونه إذا جاء شبه البنتيس يسمونه إمبالا والا، وإذا جاء فيه تنقيط أحمر قال عنه بزاري. طيب وبعدين إذا
الطير الفقير قول ما يقتلك طيور، الألسرة مو فقير قول، إذا ما يطلق طير واحد معرعر مو فقير قول، كلام فاضي. إذا ما يطلع لك طير أبيض على شكل جنسرة مو فقير قول، اللي يطلع لك أشباهه مو فقير قول، لأنه حتى لو تركب فقير قول أشباه يطلع لك عدة حمام، لأنه مضروب في دمه من عدة سلالات. من بيشرح لك هالكلام حتى تفهم وتتوسع وتصير إنسان مميز؟ لما تقعد مع واحد ما يكذب عليك يقول لك هاي فقير قول، يقول له لا هاي مو فقير قول، فقير قول كيت 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 والله ينلطم وينسكر حلجه وتخيطه. والله تحفظ كلامي عند أكبر شنب أنك تهجزه حتى لو ما كنت تفهم الهواية، احفظ الكلام وقعد معاهم وشوف كلامي صحيح ولا مو صحيح. هذه فطرة في الإنسان. مو كل إنسان، يعني أنا مش حمامة ما في غبية وذكية، أنا إنسان. في إنسان يقدر يخلق لك تلفون متحكم بذكاء يسميه ذكي. ليش؟ لأن عقله مميز، هاي فطرة من الله ونعمة. أنت ما توصل مواصيل اللي أنا واصلها، هاي نعمة من الله في كل شيء. شوف أنا حتى في الطيور الصقور كنت من صغري أنا أنقي حق الشيبان الطيور، وإذا يقولون للوالد خل فلان هو يشوف لنا الطير، وأنا في السن صغير. ليش؟ أفهم أن هذا الطير في حدادة، في وحاشة، في قوة، في نزرة. يا شباب افهموا، ترى اللي يكلمكم مو واحد عادي. أنا ما نبي أبين لكم، يعني هاي مش غرور، لكني ما أبغى أفهمكم أن أنا أهديكم الأشياء هاي من قلبي، اللي قلوبكم لازم تخلق منكم. يعني في أساتذة صاروا توأمة لي يفكرون نفسي بدون لقاء، بدون محبة من الله شكل، بدون جلسة، وبدون صاروا طلاب لي، هم يعتبروني أنا أستاذهم، حتى لو ماسكين أساتذة هم يقولون أنت أستاذنا. أنتوا يعني ما تشوفون هاي شيء كبير؟ ما تشوفون أن هذا شيء مؤثر؟ ما تشوفون هاي شيء مميز في إنسان فقط يتكلم والناس تستفيد، والكل قاعد يستفيد، مو أنتوا بس. أنت تفكر أنت تستفيد، لكن الثاني اللي معاكسني هو مستفيد ويبيني أنا أطلع أكثر، ولما أنا أطلع أكثر هو يستفيد ويخرب عليك عشان ما تستفيد. والله هاي اللي يحصل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى أنها تكون مادة مفيدة لي ولكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.